السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، متابعين قناة البازل السياسي، أرجو من السادة المتابعين إن هم يشيروا الفيديو ويفعلوا زر الجرس، وعلى السادة غير المشتركين إن هم يشتركوا. النهاردة بنتكلم على الحرب الأمريكية الإيرانية المحتملة. الحرب الأمريكية الإيرانية المحتملة هنحللها ونحلل الموقف الأمريكي في الحرب دي. أمريكا كانت بتحاول إن هي تعمل حرب هوليودية كعادتها، يعني على أساس إن إيران تتراجع وتوافق على الطلبات الأمريكية، اللي هي اختصارا الطلبات الأمريكية بخصوص البرنامج النووي وبخصوص البرنامج الصاروخي الإيراني. طبعا أمريكا حشدت قوات في المنطقة العربية وعلى حدود إيران وقريب من الخليج العربي، علشان خاطر تهدد إيران عسكريا، علشان تجبر إيران إن هي توافق على الطلبات الأمريكية وإن هي تتراجع عن البرنامج بتاعها النووي والبرنامج الصاروخي. طبعا إيران ركبها ما خبطتش على الجيران زي ما كانت أمريكا متوقعة يعني. والحشد الأمريكي اللي عملته أمريكا في المنطقة بقى توريطة لأمريكا نفسها، وبقى ضغط على أمريكا مش على إيران. إزاي؟ أمريكا كانت متخيلة إن هي لما تضغط على إيران بالأسلوب ده إنها توصل للهدف بتاعها، وإنها تقعد مع إيران على ترابيزة المفاوضات وتوصل للهدف بتاعها على ترابيزة المفاوضات. إنما الرد الإيراني كان رد غير متوقع بالنسبة للإدارة الأمريكية. أمريكا طبعا زي ما كلنا عارفين وزي ما أنا شرحت قبل كده، ما نجحتش قبل كده في حروبها مع أي دولة في العالم. هي ما بتقدرش تخش حرب برية وحرب مباشرة مع أي دولة في العالم. أمريكا بتعتمد على حاجة اسمها العمليات السريعة. تخش تخطف رئيس جمهورية مثلا زي موضوع فنزويلا، تخش تضرب واحد زي أسامة بن لادن، رئيس أو راس منظمة معينة أو هيكل معين. إنما هي ما تقدرش إنها تخش في حرب برية مع أي دولة، وخصوصا في اليومين اللي احنا فيهم دول، لأن الاقتصاد الأمريكي أصلا الوقت بيعاني وفي مشاكل أمريكية داخلية. ده غير إن أمريكا تاريخها في الحروب البرية وفي الحروب المباشرة تاريخ سيء جدا. أمريكا عمرها ما انتصرت في حرب مباشرة مع أي دولة. هي بتنتصر في العمليات السريعة بس، غير كده ما تقدرش تعمل. طيب لما حشدت أمريكا القوات العسكرية الضخمة دي في المنطقة العربية دي، أصبحت زي ما هي ضغط على إيران علشان توافق إنها تقعد وتتكلم على ترابيزة المفاوضات وتوصل لحل مع الأمريكان. أصبحت ضغط برضو على القيادة الأمريكية وعلى السياسيين الأمريكان وعلى الرئيس الأمريكي، لأن ما ينفعش إن أمريكا تحشد القوات دي كلها وفي النهاية تتراجع. شكلها في العالم هيبقى إيه؟ طبعا أمريكا اتورطت في الحرب دي، اتورطت يعني. هي بتدور على أي وسيلة تخرجها من المشكلة اللي هي حطت نفسها فيها. العنجهية الأمريكية وعنجهية القيادة الأمريكية حطتها في مأزق. إزاي؟ أمريكا دلوقتي بتحاول إن هي توصل لحل سياسي مع إيران. دونالد ترامب نفسه على طول يعني بصفة مستمرة لما بيطلع في وسائل الإعلام، وهو بيطلع أكتر من المشاهير والمغنيين، بيتكلم على انه عنده استعداد ان هو يقعد مع الايرانيين، ولو الايرانيين وافقوا على انهم يتفاوضوا والكلام ده كله. معنى كلامه يعني ده معناه ان امريكا كانت زي ما بتعمل كل مرة بتهدد بالقوة العسكرية، انما هي ما عندهاش نية فعلية في انها تخش الحرب مع كل الحشد العسكري ده. بس ما كانش فيه نية فعلية. هي كانت الحشد العسكري وسيلة للضغط علشان يسيطر على القيادة الإيرانية، ويقدر ان هو ياخد منها اعلى مكاسب ممكن ياخدها على ترابيزة المفاوضات. ولما حصل ان ايران ما خافتش وتورطت امريكا في الحرب، فبقت امريكا في موقف سيء جدا. طيب احنا قلنا ان امريكا ما بتعملش حروب مباشرة،
بتعمل عمليات عسكرية. فلو حصل وإن أمريكا أصبحت في الكورنر وما هيش قادرة إن هي تاخد أي مكاسب على ترابيزة مفاوضات وتوقف الحرب، وأصبحت الحرب حرب إجبارية على أمريكا، فهي هتحاول إن هي تعمل عملية عسكرية كرتونية زي اللي عملتها قبل كده في بداية السنة اللي فاتت، لما إيران ضربت إسرائيل وإسرائيل ضربت إيران وضربوا بعض بالصواريخ، وحرب ال 12 يوم. جت أمريكا وعملت ضربة كرتونية على مفاعلات إيران النووية، بحيث إن هي تبقى أمريكا القوى العظمى تدخلت وعاقبت إيران على البرنامج النووي بتاعها. وطلع الرئيس الأمريكي في الوقت ده وأعلن إن هو أنهى البرنامج النووي الإيراني، وإن إيران أصبحت دلوقتي ما عندهاش إمكانية إن هي تصنع أي قنابل نووية أو إن هي تستمر في البرنامج النووي بتاعها. وده كلام غلط طبعا، وكلنا عارفين إن الكلام ده كلام مش حقيقي، وإن دي كانت دعاية أمريكية لحفظ ماء الوجه يعني. طيب، احنا بنتكلم على الموقف الامريكي والموقف الايراني دلوقتي. طيب الموقف العالمي بقى، وده الاهم. احنا قلنا ان امريكا اتدبست، هي اللي عملت القصه دي في نفسها ودبست نفسها في الحرب مع ايران، وايران رافضه انها تقعد على ترابيزه مفاوضات، ورافضه ان هي تحل مع امريكا حل سياسي، وداخله مع امريكا بطريقه انت بتهددني عسكريا وانا بهددك عسكريا، والند بالند والراس براس. طيب نخش بقى على موضوع الطائرات الصينية وعلاقة العالم بإيران وأمريكا في الحرب دي، أو وجهة نظر العالم، أو العالم كله هيقف مع مين في الحرب الأمريكية الإيرانية. طبعا العالم بينقسم لقسمين، قسم شرقي وقسم غربي. القسم الشرقي اللي هو الصين وروسيا والكتلة الشرقية اللي هي على طول مع بعضها، واللي هي على العدو الرئيسي والدائم لأمريكا وللغرب بوجه عام ولأوروبا يعني، اللي هي زي الصين، كوريا الشمالية، روسيا، الكلام ده كله. والكتلة الغربية زي ما حضراتكم عارفين أمريكا وأوروبا. طبعا أوروبا ما عادتش الحليف الموثوق لأمريكا، لأن أمريكا زي ما هي برطعت وابتدت ان هي تغلط غلطات فظيعة مع العالم كله، واصبح ملهاش حليف في العالم كله، وبقت دولة منبوذة بالنسبة للعالم كله، وما كانش لها حليف الا الاتحاد الاوروبي. بعد موضوع جرينلاند اصبح حتى الاتحاد الاوروبي ما هوش حليف لامريكا، واصبحت امريكا عدو للاتحاد الاوروبي مش حليف. حتى لو كان في بعض القضايا الخارجية زي قضية إيران بتتفق المصالح الأمريكية مع أوروبا، إلا أن أوروبا في حالة الحرب مع إيران مش هتقف جنب أمريكا. ممكن تقف معاها سياسيا بالكلام، إنما عسكريا هي مش هتتدخل، ومش هتعمل حلف مع أمريكا مثلا ويعملوا نفس الحكاية اللي عملوها مع العراق زمان، ويبقى في حلف دولي يخش يضرب الدولة الإيرانية، فيخف العبء على القوات الأمريكية ويديها شرعية دولية والكلام من ده. المشكلة دي بالنسبة للجانب الغربي، للجانب الأمريكي. طيب بالنسبة للجانب الشرقي، طبعا روسيا موحولة في أوكرانيا، وبتستعد لأنها هتواجه أوروبا مواجهة مباشرة، فهي ما عندهاش دلوقتي إمكانية إن هي تساعد إيران مساعدة مباشرة، مساعدة عسكرية مباشرة. هي ممكن تساعدها سياسيا، إنما مساعدات عسكرية مباشرة طبعا روسيا ما عندهاش الإمكانية أنها تساعد إيران، بل بالعكس كانت إيران بتبعت لروسيا الطائرات المسيرة وبعض الصواريخ وبعض الذخائر اللي كانت بتحتاجها في حربها على أوكرانيا، لأن المصانع الروسية مهما كانت بتنتج بكميات كبيرة، إلا أنها في حربها الطويلة مع أوكرانيا من سنة 2022 لغاية النهاردة، فالحرب دي استهلكت كتير من المخزون بتاع السلاح الروسي. والحرب المتوقعة بين روسيا والغرب بتخلي روسيا ما تقدرش ان هي تساعد اي دولة، وحتى لو كانت حليفة مساعدات عسكرية مباشرة. هي ممكن تساعد ايران عن طريق ان هي تقف جنبها سياسيا
في المجتمع الدولي وفي الأمم المتحدة والكلام ده كله لو تقدر يعني. انما وممكن تساعدها استخباراتيا، انما تساعدها عسكريا بمساعدات مباشرة فده احتمال بعيد جدا يعني. تفضل الصين وكوريا الشمالية. اللي يهمني اكتر الصين جات اخبار كتير منها، اخبار عالمية ان في طائرات شحن تانكر كبير نزل في المطارات الإيرانية بأعداد كبيرة. وطبعا طيارات الشحن الكبيرة دي مش هتنزل محملة مساعدات غذائية يعني، أكيد دي محملة أسلحة صينية، مساعدات عسكرية صينية لإيران لأنها داخلة في حرب. طبعا إيران منع عنها إن الصين منع عنها إن إيران تخش في حرب مع أمريكا. ليه؟ مع إن إيران دي حليفها، ومع إن إيران في طريق الحرير الصيني، وضرب إيران أو الحرب على إيران تأثر على الاقتصاد الصيني جامد، لأن كمان البترول الإيراني من أحد أهم موارد الطاقة بالنسبة للدولة الصينية، لأن البترول الإيراني رخيص، وقرب المسافة بين إيران وبين الصين خلى موضوع الطاقة من إيران هو أفضل حل وأفضل اختيار للصين، وبيساعد الاقتصاد الصيني على النمو. فالعلاقة الصينية الإيرانية علاقة مهمة اقتصاديا من ناحية طريق الحرير، ومن ناحية موارد الطاقة بالنسبة للصين. إلا إن الصين منع عنها إن إيران تحارب أمريكا لسبب بسيط. كلنا عارفين إن في عداء أمريكي صيني، وإن الحرب الأمريكية الصينية آجلا أم عاجلا هتحصل، لأن الصين عاوزة تاخد مكان أمريكا في العالم. أنا خلاص نميت اقتصاديا وعسكريا وأصبحت قوة عظمى، وبتتطلع الصين إن هي تنطر أمريكا من المنطقة وخلاص، أو من العالم كله، تقعد في المكان بتاعها وتبقى هي شرطة العالم الجديد في النظام العالمي الجديد اللي بيتكون. طيب الصين بقى عايزة إيران تحارب أمريكا وأمريكا تحارب إيران. ليه؟ لأن إيران لو حاربت أمريكا ده هيعمل استنزاف للقوات الأمريكية وللسلاح الأمريكي، وهينهك أمريكا عسكريا، وهيطول أمد أو الوقت للجاهزية الأمريكية في الحرب على الصين أكتر وأكتر. يعني لو كانت أمريكا عندها أو عاملة حسابها إن هي هتخش في حرب مع الصين في سنة 27 مثلا، فده هيخلي الموضوع يتأجل بالنسبة للأمريكان في أنهم يخشوا الحرب مع الصين، لأن حرب الصين ما هيش حرب سهلة. أنت بتحارب دولة تعدادها 2 مليار بني آدم، ده غير أن هي دولة اقتصاديا قوية، ده غير أن هي دولة عسكريا قوية، تكنولوجيا قوية. فأمريكا عايزة كل قوتها تبقى عندها لو حاولت أن هي تخش في حرب مباشرة أو غير مباشرة مع الصين. فحربها مع إيران ده إضعاف ليها، ولذلك أمريكا اتورطت في الحرب مع إيران. الصين بتورط أمريكا أكتر في الحرب مع إيران، في إنها بتدعم الإيرانيين علشان الإيرانيين ما ينخوش وما يقبلوش إن هم يقعدوا على ترابيزة المفاوضات مع الأمريكان ويستنزفوا الأمريكان في حربهم مع إيران. الصين تستنزف أمريكا في حربها مع إيران، وفي نفس الوقت تجرب السلاح الصيني مع السلاح الأمريكي في حرب مباشرة زي الحرب الإيرانية الأمريكية. وده هيفيد المصانع العسكرية الصينية بطريقة فظيعة، لأن هيكشف مدى قوة السلاح الصيني بالنسبة للصين وبالنسبة للعالم كله، وهيكشف عيوبه اللي بعد كده ممكن الصين إن هي تتلافاه، لأن دي ساحة اختبار كبيرة بالنسبة للسلاح الصيني. فالصين من مصلحتها ان الحرب دي تدور، بس مش من مصلحتها ان ايران تنهزم. يعني الصين عايزة ان حرب زي كده تقوم بين ايران وامريكا وتستمر وتفضل حرب طويلة تستنزف فيها الامريكان بدون ما تنهزم ايران، تفضل حرب دايرة
منها تختبر سلاحها، ومنها ان هي تستنزف القوى العسكرية الأمريكية والمخازن العسكرية الأمريكية والمصانع الأمريكية والاقتصاد الأمريكي، لأن الاقتصاد الأمريكي أصلا بيعاني دلوقتي. فما بالك بقى لما تكون أمريكا في حالة حرب، فهيبقى الضربة مزدوجة. فيبقى اللي بتعمله أمريكا في الصين في إنها بتقطع طريق الحريري الجديد، طريق التجارة الجديد بتاع الصين، وبتقطع امدادات البترول عن الصين من ناحية إيران. فالصين بتعمله في أمريكا برضه. هي نفس اللعبة، بتستنزف القوات الأمريكية في المنطقة أو في العالم كله، لأن هي كده حتى كمان بتخوف القواعد الأمريكية أو الدول اللي فيها قواعد أمريكية في المنطقة في إنها تستهدف. فيبقى هتضعف أو هتخلي الدول دي تطلب من القوات الأمريكية إن هي تنسحب من أراضيها، لأن هي كده بقت مستهدفة. الدول دي بقت مستهدفة، وبالذات الدول العربية، لأن إيران أعلنت إن لو حصل ضربة على الدولة الإيرانية من القوات الأمريكية، فهي مش هتستثني أي قاعدة أمريكية في المنطقة العربية وهتضربها. فالدول العربية هتحاول إن هي تمنع الضربة، أو إن هي تمنع القوات الأمريكية من إنها ترد من أراضيها، أو إن هي تطلع أصلا القواعد الأمريكية من أراضيها. وده الأقرب، لأن ده لو قدروا يعني، والأمريكان ما قالوا لهمش بعد كده إحنا مش قاعدين بمزاجكم، إحنا قاعدين بمزاجنا إحنا، وده الواقع يعني. بس هتحاول الدول العربية أنها تتلافى الحكاية دي، لأنها مش حمل ضربة إيرانية. إيران دولة مسلحة بصواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية، والدول العربية ما تستحملش ضربة من إيران. وحرب زي دي تبقى حرب كبيرة عليها وتقيلة عليها، وهتأخرها اقتصاديا. وهي كلها دول بتحاول ان هي تنمو اقتصاديا بعد الأزمات اللي حصلت في العالم، وبعد محاولات بعض الدول العربية في انها تعتمد على اقتصاد انتاجي، وبيحاولوا ان هم يدوروا على موارد دخل غير البترول، لان البترول هيجي له يوم وينتهي. فالدول العربية بتحاول ان هي تبني اقتصاد حقيقي. في دول كتير حاولت، نجحت او ما نجحتش دي قصة تانية، بس هم بيحاولوا ان هم يبنوا اقتصاد حقيقي، لانهم عارفين ان هيجي على البترول يوم وهينتهي، يا اما بانتهاء الموارد البترول عندهم في اراضيهم، يا اما التكنولوجي الجديد اللي طالع دلوقتي هيبتدي يقلل الاعتماد على الطاقة، وهيبقى المورد الوحيد للدول دي انتهى ومات واندثر. فبيدوروا على انهم يعملوا اقتصاد. فطبعا حرب زي كده هتدمرهم اقتصاديا، وهتدمرهم عسكريا، وهتبقى حاجة صعبة جدا عليهم. طيب، احنا اتكلمنا على الصين من مصلحتها ان ايران تضرب امريكا، وامريكا تضرب ايران. الهدف الحقيقي بقى من القصة دي كلها ايه؟ بغض النظر عن ان في هدف ظاهر اللي هو الهدف بتاع ان امريكا كانت بتعمل التمثيلية دي كلها علشان تخوف ايران علشان تقعد على ترابيزة المفاوضات، ده الهدف الظاهر. في هدف تاني. الهدف التاني، وهو ده الهدف الحقيقي، ان الامريكان بيحاولوا ان هم يملوا المنطقة دي من العالم بقوات امريكية، لان ده قلب العالم القديم، وانا قلت الكلام ده قبل كده في حلقات سابقة. الامريكان عارفين كويس قوي ان الحرب العالمية الثالثة خلاص الموضوع انتهى. هي بدأت سياسيا واقتصاديا، وخلاص احنا على اعتابها عسكريا في خلال شهور، ويمكن ما يكملش يعني اقل من سنة. انا اتوقع ان الموضوع مش هيقعد اكتر من 3-4 شهور كمان. حلو الكلام ده، لا ده يمكن اقل من كده كمان. بس عموما الامريكان عندهم حساباتهم، والعالم كله عنده حساباته. موضوع الحرب العالمية الثالثة ده موضوع منتهي. هو كل القصة في امتى؟ يعني هي الحكاية كلها بعد شهرين، بعد 3، لا ده اخر السنة. هي المشكلة في انها امتى. انما موضوع انها هتحصل، هي هتحصل، وكله عارف ان الحرب العالمية هتحصل، لان في نظام عالمي جديد لازم يتكون. في دول جديدة نهضت، وفي دول قديمة نزلت. يعني اوروبا انهارت خلاص، خرجت من النظام العالمي، خرجت من القيادة في العالم، فلازم هيحل محلها حد تاني. وامريكا نفس القصة، فطلع مكانها الصين. فلازم النظام العالمي ينتهي القديم ويطلع نظام عالمي جديد، ده طبيعي.
ده مخاض ولازم كل العالم هيخوضه. فالعالم كله عارف ان في حرب هتدور، حرب عالمية تالتة هتدور وقريبة. فامريكا بتحاول ان هي تسيطر على المضايق في العالم القديم زي مضيق باب المندب والبحر الاحمر، وتسيطر على مضيق هرمز، وتسيطر على اماكن الطاقة اللي هي النفط والكلام ده كله في الدول العربية، ان هي تأمنها، علشان خاطر لو حصلت حرب هتبقى الحاجات دي حاجات مهمة جدا. فلازم تبقى تحت ايد السيطرة او تحت سيطرة امريكا، تحت ايد امريكا. حتى لو امريكا ليها قواعد في المنطقة، ففي ايران اللي بتهددها في اي وقت، فهي عايزة تسيطر على المكان ده كله والمنطقة دي كلها. فكانت بتحاول تسيطر عليها سياسيا، بحيث ان هي توصل مع ايران لاتفاق يخلي ايران تفكك البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، فتصبح دولة تحت السيطرة الامريكية وملهاش ارادة. يا اما هضربك. طب هتضربني ازاي؟ هضربك بعمليه عسكريه سريعه. طب الصين دلوقتي لما بعتت لايران معدات حديثه ومتطوره علشان تخلي موضوع ان امريكا تضرب ايران بعمليه سريعه زي ما امريكا متخيله، يبقى موضوع مش حقيقي، مش هيحصل، مش هيتحقق. لان ايران امريكا ما ينفعش تخش في حرب طويله هتنهك فيها وعارفه انها هتبقى استنزاف. ليه؟ امريكا عايزه تعمل ضربه سريعه، فمش هتقدر تعمل الضربه السريعه. فلذلك امريكا دلوقتي بتدور على ايه؟ على اي مخرج تطلع بيه. يعني دونالد ترامب كل يوم والتاني عمال يتكلم على انه عاوز يقعد مع لو الايرانيين تفاهموا انا ممكن الغي الحرب، لو الايرانيين عملوا انا ممكن اعمل، علشان يطلع من المأزق اللي هو حط نفسه فيه. لانه كده يا اما هيخش عشان يحفظ ماء وجه امريكا، هيخش حرب مع ايران ويستنزف وده لصالح الصين، يا اما هيخلع ويطلع من المنطقه ويبقى ايران انتصرت من غير ما تضرب ولا طلقه، وامريكا في العالم كله اصبحت دوله ضعيفه ما هيش قادره تنفذ تهديداتها. فهو دلوقتي حشر نفسه حشره سودة، فمش عارف يعمل ايه. فهو دلوقتي ما عندوش خيار اللي هو خيار واحد، ان هو يضرب ضربه كرتونيه زي اللي عملها في اول السنه اللي فاتت بالاتفاق مع ايران، او من غير اتفاق مع ايران يضربها ضربه كده اي كلام فاشله، بحيث ان هو ينفذ التهديد اللي هو قاله في العالم كله، وسبب حشده للقوات الكبيره جدا اللي حشدها في المنطقه. فلازم يستخدمها، لازم يضرب ضربه ولو حتى كرتونيه عشان يحفظ ماء وجه امريكا. انما حرب فعليه في انه ينهي النظام الايراني وانه هو ينهي الدوله الايرانيه، ده كلام فارغ، عمره ما هيحصل، عمره ما هيحصل. والحرب الايرانيه دي ممكن تحول العالم او تكون هي سبب الحرب العالميه الثالثه. لان انت الصين دلوقتي لما تبعت ليها، في على فكره خبراء صينيين راحوا ايران، لما تبعت خبراء ليها ولما تبعت سلاح صيني، فهي راميه تقلها كله ورا ايران. فانت دلوقتي بتدبس نفسك، وامريكا عارفه الحكايه دي، ان هي كده دبست نفسها في حكايه مش حكايتها. فهو الموضوع الاساسي او الرئيسي ان هم كانوا عاوزين يامنوا قلب العالم، زي ما انا قلت، قلب العالم القديم ومنابع النفط والكلام ده كله، بانهم يوجدوا قوات عسكريه وفي نفس الوقت ياثروا على ايران، فايران تخاف فتحقق الهدف الامريكي بالسياسه او بالقعده على ترابيزه مفاوضات، فانهم يوصلوا لحل ان هم ينزعوا السلاح الايراني الخطير على دوله اسرائيل وعلى المنطقه وعلى القوات الامريكيه اللي موجوده في الدول العربيه. عموما الوضع الحالي هو بقى وضع معقد جدا، وامريكا حطت نفسها وحطت العالم كله في وضع معقد قوي. طبعا الخاسر في القصه دي الاكبر مش ايران، ايران دوله عسكريه، دوله قايمه على المفهوم العسكري، وموضوع انها تتضرب هي متعوده على كده. وامريكا حاولت قبل كده انها تضربها بالقذافات الامريكيه علشان تدمر البرنامج النووي، واسرائيل اللي هي ديل امريكا في المنطقه حاولت تضربها، وايران متعوده على الحكايه دي. هي اصلا ايران كانت محاصره من 20 او اكتر من 20 سنه كمان، اكتر بشويه، محاصره اكتر بكتير كمان مش بشويه، من الثمانينات تقريبا او من اوائل التسعينات او اخر الثمانينات، محاصره من العالم كله، محاصره اقتصاديا يعني، محاصره من العالم كله وقادره تعيش. فهي دوله متعوده على كده، متعوده على انها تخش حروب سياسيه او عسكريه وانها تقدر تستمر. انما الاقتصاد الامريكي مش هيقدر يستمر، والموقف العالمي الحالي
الهيجان اللي في العالم وال وال وعدم الاستقرار اللي موجود في العالم دلوقتي، والمشاكل اللي عاملاها امريكا مع اوروبا اللي هي المفروض حليفها، مخليه الموقف بقى حرج. الموقف العالمي حرج. الوقت العالم كله بيضرب في العالم كله، الاقتصاد العالمي بينهار، الدولار الامريكي بينهار. فالوضع بقى غير محتمل، و... وده اكبر دليل على ان الحرب العالميه الثالثه خلاص خلاص زي ما انا قلت كلها شهور بسيطه والموضوع ينفجر. عموما ارجو من الساده المستمعين ان هم يشيروا الفيديو، وعلى الغير مشتركين ان هم يشتركوا في الفيديو، لعل وعسى الناس تفهم الوضع العالمي، والناس تبتدي تتخذ حذرها في انها تخزن منتجات غذائية من المنتجات القابلة للتخزين لفترات طويلة، لأن الأيام الجاية هتبقى أيام صعبة. وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع تحليل جديد للموقف الملتهب اللي كل يوم والتاني بيطلع أخبار جديدة، الموقف العالمي الملتهب الغريب ده دلوقتي. وشكرا جزيلا وأشكركم. السلام عليكم.